ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وعافية وسلام ودايما إن شاء الله موفقين. رجالة بريب 2. طبعا احنا شرحنا الدرس الأول والدرس الثاني وإن شاء الله ده معاك مع الدرس الثالث. دايما كنت بقعد أقول لك الدرس الأول حبيب قلبي هو أساس الدروس كلها. صح كده؟ أنت هتشوف نفسك في أسئلة على الموضوع ده، تمام؟ طيب الدرس الثالث بيتكلم عن إيه؟ والله في أوله هتحس إنه ملوش علاقة ببقية الدروس اللي احنا خدناها، بس هو ليه جدا يا صديقي، تمام؟ تعالى بقى نبتدي فيها، بسم الله. يلا بينا، تعالى كده ننقل. بسم الله. صفحتنا. يلا بينا. بسم الله. بصوا يا شباب، ركزوا معايا جدا في اللي انا هقوله. احنا معانا لو جبت لك مثلا كوبايه، ركز جدا في اللي انا هقوله ده. الكوبايه دي حطيت لك مثلا فيها شويه ميه، حد كده فيه اي مشكله؟ يبقى انا عملت ايه؟ جبت كوبايه حطيت فيها شويه ميه، بلاش نقول على ده تي، نقول على ده شيء. حد كده فيه اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. صعب ده؟ ماشي. لو سالتك على نوع النظام ده، تقول لي نظام ايه؟ دي كوبايه شاي. كوبايه شاي يا مستر سايبها في الاوضه على المكتب، ايه دخلها بموضوع السيستم والحاجات اللي انت هتقوله؟ لسه في شويه حاجات كده هقولها لك. ايه اللي دخلها في الساينس يعني؟ حته كوبايه شاي. ايوه دي تعتبر نظام عندنا. في المعمل ممكن تبقى في ماده ساخنه حاطينها عازلينها، فاهمك يعني؟ ممكن يكون ماده سايبينها، ماشي؟ وممكن يكون ماده ولا كده ولا كده، يعني في المودريت، تمام؟ اللي انا هقوله لك ده والله يا ابني بناخده في سيرمون، ماشي؟ لما تكبر بعدين هتعرف ان في ماده اسمها سيرمون، ماشي؟ المهم يلا بينا. فاحنا عايزين ندرس النظام ده، يعني نظام هنفهم يعني دلوقتي، ماشي؟ صعبه كده؟ تعال بص يا صديقي، دلوقتي انا جبت لك مثلا، ماشي خلينا في كوبايه الشاي الجميله الرائعه، كان معانا كاب اوف تي. صعب كده؟ لو سالتك ده اسمه ايه؟ انا مش هسالك، بص حضرتك، الكون ده كله احنا في كون، صح؟ يونيفيرس ومعانا حته قلم. القلم ده انا بسميه نظام، ماشي؟ اللي بيفصل القلم عن الكون حاجه اسمها جدار. ركز كده، انا معايا كوبايه شاي، كوبايه الشاي موجوده في العالم ده كله، يعني العالم ده كله اللي فيه كوبايه الشاي اسمه يونيفيرس، الكون بتاع حضرتك. انا بتكلم كلام علمي. كوبايه الشاي اللي جوه كوبايه الشاي اللي جوه، شوف انا بقول ايه؟ اللي جوه كوبايه الشاي اسمه سيستم، نظام. يعني ايه سيستم؟ يعني بيحصل فيه تفاعلات، بيحصل فيه انشطه، بيحصل فيه حاجات، تمام؟ هفهمك دلوقتي. اللي بص اللي في اليونيفرس بس بيحيط السيستم، اللي جنب السيستم يحيط، انت بنفسك قلت يحيط، جنب يعني جنب، اسمه ايه؟ اسمه سراوندينج يعني وسط محيط يعني. حد كده فيها مشكله؟ حد كده مفيش مشكله؟ شايف بقى، بص شايف الله ينور، اللي بيفصل ما بين بس مش فاهم حاجه، فاهمك دلوقتي؟ اللي بيفصل ما بين السيستم والسراوندينج، الحته دي جدار، صح؟ بالعربي اسمه جدار. ممكن نقول عليه بول، ما عرفهولكش عندك، ماشي؟ في الكتاب، في كتاب المعاصر حتى، بس هو كتبهولك في الصوره فده عليك. اللي بيفصل السراوندينج عن السيستم دي تركه، بنسميه بول، جدار او باوندري. حد كده فيها مشكله؟ مفيش مشكله. يبقى تاني، انا دلوقتي معايا التفاعلات بتاعتي في المعمل او التفاعلات عموما، الحته كلها، المكان كله اسمه يونيفرس. الحاجه اللي انا بعمل فيها التفاعل اسمها سيستم، نظام، هناخد انواعه. اللي جنب السيستم اسمه سراوندينج، محيط. اللي بيفصل السيستم عن السراوندينج اسمه ايه يا مستر؟ بول او جدار او باوندري. صعبه دي؟ فيها اي مشكله؟ احنا بقى عايزين ندرس يا ترى السيستم ده والله ليه انواع. يعني مثلا ممكن السيستم ده يكون مفتوح، ممكن يكون مقفول، ممكن يكون معزول خالص، يعني مقفول ومتشيك عليه جدا. هنفهم يعني. طب احنا بندرس الكلام ده ليه؟ دلوقتي يا حبيب قلبي انا معايا ماده سامه حطيتها في المعمل، معايا ماده سامه، ماشي؟ وبيحصل فيها انتقالات في الحراره والمواد، تبقى يعني بعدين الكلام ده، تمام؟ هل بذمتك احطها في مكان في سيستم مفتوح؟ احطها مفتوحه كده؟ لا، لازم اعملها ايزوليتد، لازم اعزلها. احنا بقى عشان كده بندرس الكلام ده. يبقى تاني احنا دلوقتي خدنا ايه؟ خدنا ان احنا عندنا يونيفرس في سيستم، ده اللي بيحصل فيه التفاعلات بتاعت حضرتك. اللي جنب السيستم في حاجه اسمها سراوندينج، اللي هو بيحيط بالسيستم. سراوندينج يعني يحيط، صعبه دي؟ اللي بيفصل السيستم عن السراوندينج اسمه وول او باوندري. حد كده فيها مشكله؟
ناخد انواع السيستم اللي عند حضرتك ده. تعالى كده حبيبي. بص قال لك السيستم يا اما يكون اوبن سيستم يا اما يكون كلوز سيستم يا اما يكون isolated سيستم. ماشي، يبقى احنا عندنا السيستم اللي هو كان جوه اليونيفيرس، اللي كان بيفصل اللي كان جنبه السراوندنج، اللي كان بيفصل ما بينهم البول او الباوندري. دي ثلاث انواع، يا اما اوبن يا اما كلوز يا اما ايزوليتد. اوبن يعني مفتوح، كلوز يعني مغلق، ايزوليتد يعني معزول. لو انت مش عارفها فايزوليتد يعني معزول، حاجه انا عازلها جامد، يعني قافلها بطريقه شيك جدا، قافلها جامد، قافلها جامد. ماشي؟ طيب دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ بعد ما قسمت انواع السيستم عايز اعرف كل سيستم يعني بروبرتيز بتاعتي. قال لك الاوبن، احنا دلوقتي هنبقى مش احنا بندرس السيستم؟ يا مستر. مش انا قلت لك السيستم ده بيحصل فيه التفاعلات اللي عند حضرتك؟ يا مستر. يعني التفاعلات اللي حضرتك، الحاجه اللي بتتفاعل بتبقى ماتر، يعني ماده. صح كده، الله ينور. الماتر دي عندها انرجي، فاحنا عايزين ناخد كل سيستم اوبن كلوز ايزوليتد، الماتر اللي جواه والانرجي اللي جواه. والله يا مستر الاوبن هل بيحفظ الماتر والانرجي؟ طب هل الكلوز بيحفظ الماتر والانرجي؟ هل الايزوليتد بيحفظ الماتر والانرجي؟ مين اللي بيعمل لهم نقل؟ مين اللي بيحصل فيه نقل في الماتر والانرجي؟ بص الاوبن جايه من اسمه نظام مفتوح. حضرتك عامل شبه كوبايه الشاي او حاجه سخنه. والله يا باشا انت معاك جواه ماتر ومعاك جواه انرجي، بتلاقي ان الاثنين، عشان هو نظام مفتوح خالص، نظام مفتوح على البحري، نظام مفتوح، بالتالي بتلاقي يا حبيب قلبي ان الماتر والانرجي بيحصل فيها انتقال. الماتر والانرجي الاثنين بيحصل لهم تشينج، بيحصل لهم تغير، فبالتالي يا حبيب قلبي الاثنين بيحصل لهم تغير تشينج، الاثنين بينتقلوا. صعبه دي؟ طب الكلوز، والله يا مستر اللي متاسس بقى معايا في اول درس اغاني بتاعت، فاكر لما كنت بقول لك الليكويد الموليكيولز بتاعتها ولا كلوز ولا فر؟ افتكرها في الحته دي. الكلوز قال لك هو مقفول، كلوز يعني مقفول، نظام مقفول، بس مش قوي، عارف انت؟ مش قوي. فبالتالي لو احنا بنرسم فيه او بنشوف فيه حبيب قلبي ادي السيستم بتاعي اهو اللي هو السيستم كلوز، بنلاقيه مقفول اهو، مقفول خالص، مش خالص قوي، مقفول بس سيكا. افتكر كلوز كلمه مقفول بس سيكا، مقفول بس سيكا، افتكرها. فالكلوز معانا مثلا في كوبايه، والله ما هزعل، كوبايه شاي. جوه الكلوز في حاجتين، يا اما ماتر يا اما يعني الماتر وجواها انرجي، صح كده؟ في مشكله؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ مستر مش مفروض، المفروض الحاجه تبقى ثابته، صح؟ الماتر والانرجي، لقينا ان هو مقفول بس مش قوي. فبالتالي اللي بيحصل ايه؟ ركز جدا في اللي بيحصل. بالتالي بنلاقي الانرجي ركز جدا 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 في اللي جوه. احنا معانا ماتر ومعانا انرجي، بالتالي احنا عايزين نشوف مين اللي بينتقل. الانرجي هي اللي بتنتقل، او الماتر يعني تنتقل، يعني تروح من مكان لمكان، تتغير. عايزين بقى نشوف والله الماتر هي اللي بتتغير ولا الانرجي ولا الاثنين ثابتين في الكلوز ولا ايه بالظبط. احنا خدنا في الاوبن الماتر والانرجي تشينج، بيتغيروا، صح كده؟ في اي مشكله؟ لقينا ان في الكلوز الماتر بتركز جدا جدا، يعني معايا ادي الماتر بنلاقيها فيكسد ثابته. طب الانرجي؟ لا الانرجي بتتغير، الانرجي بتتغير. في اي مشكله؟ دخلنا في الاوبن سيستم، قلنا ان الماتر والانرجي الاثنين بيحصل لهم تشينج لان مش مقفوله، جايه من اسمها اوبن. الكلوز مقفوله بس مش قوي، كنا بنقول مقفول بس سيكا. بنلاقي الانرجي فيها حبيب قلبي بتركز جدا، بتتغير، انما الماتر ثابته. يعني ايه؟ يعني مثلا كوبايه شاي جواها هي الماتر، هي الماتر، بس الانرجي بتاعتها لو سخنه او بارده بتتغير. صعبه دي؟ طب الايزوليتد جايه من اسمها مقفول قوي، ده انا معزول، ده انا مقفول جدا، ده انا مقفول جدا. فبالتالي بلاقي النظام عندي، بص كده، لو ده النظام، بص كده، ادي النظام اهو، بلاقيه مش مقفول بس، ده مقفول جدا، بص مقفول جدا، مقفول جدا. فبالتالي اللي بيحصل انت معاك جوه يا اما ماتر
يا اما انرجي. صح كده؟ ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان الماتر او نكتبها بالترتيب، بتلاقي ان الانرجي والماتر الاثنين مع بعض الاثنين ثابتين ما بيتغيروش. يبقى تاني احنا خدنا اوبن سيستم الاثنين حبيب قلبي كانوا المفروض بيحصل لهم تشينج بيتغيروا. الكلوز كانت مين اللي بتتغير؟ الماتر ثابته والانرجي بتتغير. ماشي؟ طب الايزوليتد الاثنين ثابتين. ده مقفول جدا صعب جدا. ده اللي احنا خدناه. يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا ايه؟ والله بس خدنا لحد دلوقتي ان بيبقى عندنا جوه المعمل في شويه حاجات اللي بيحصل فيه التفاعل ده اسمه سيستم. السيستم ده بيبقى جواه حاجتين، يا اما ماتر يا اما انرجي. مش يا اما الاثنين مع بعض، يبقى في ماتر وانرجي جوه السيستم. تمام؟ وان ده بيبقى اسمه مستر البول او السراوندنج، ده اللي هو عباره عن بول او سراوندنج. اسف، ده بيبقى اسمه البول الجدار، اللي هو الجدار ده بيفصل السيستم عن مين؟ عن السراوندنج. مين هو السراوندنج؟ اللي هو الوسط المحيط، اللي هو الحاجه المحيطه بيه. تمام؟ طب يا مستر السيستم والسراوندنج جوه ايه؟ كل الكلام ده كل دول جوه حاجه اسمها اليونيفيرس او الحاجه الكبيره اللي عندك. مشكله؟ بعد كده خدنا انواع السيستم، قلنا احنا عايزين نشوف السيستم بتاع حضرتك مين اللي بينقل فيه الماتر والانرجي، هل الاثنين ثابتين هل ايه؟ خدنا ان احنا عندنا واحد اوبن وده بص الاثنين بيتغيروا. تاني الاثنين بيتغيروا. ايه الاثنين؟ عشان انا ببص لحاجتين، يا اما ماتر يا اما انرجي. فبالتالي بلاقي يا حبيب قلبي الاثنين بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم تشينج، الاثنين بيتغيروا. صعبه دي؟ طيب بعد كده خدنا تاني سيستم اللي هو الكلوز، وقلنا ده مقفول بس مش قوي، فبالتالي يا حبيب قلبي لقينا ان في الماتر ثابته، ولقينا ان في ايه تاني؟ الانرجي بتتغير، بيحصل لها تشينج. بعد كده اخدنا ثالث نظام اسمه الايه؟ الايزوليتد. قلنا ان احنا عايزين نشوف فيه ايه؟ مستر حاجتين، يا اما ماتر يا اما انرجي. اول حاجه بنبص للماتر هو معزول، فبالتالي هيبقى الاثنين عندهم الماتر والانرجي الاثنين حبيب قلبي ما بيتغيروش، فيكسد، الاثنين ثابتين. ده صعبه؟ انا رجعت كل النهارده. هناخد بقى دلوقتي من البي دي اف المذكره بتاعتنا الامثله عليها، ماشي؟ بس نكمل بس في الشرح. طيب ايه تاني عايز تقوله؟ بص احنا عندنا انواع الماده، نرجع للكلام الجميل ده يا مستر. انواع الماده كان في منها، بص شوف اساس سوليد، وكان في منه ليكويد مشبط مع بعضها ليكويد، وكان في منه جاز. صح كده؟ طب قال لي انا عايز اشوف الانرجي اللي جوه السوليد والانرجي اللي جوه الليكويد والانرجي اللي جوه الجاز. ركز كده. احنا قلنا في الثيري بتاعت الماتر، قلنا ان الماتر عموما سواء كانت سوليد او ليكويد او جاز بيبقى عندها حاجتين. بيبقى عندها حاجه اسمها كاينيتيك انرجي، بالاماره لما قال لك الماده في حاله مستمره عندها كونتينيوس موشن، فبيبقى عندها لذلك كاينيتيك انرجي يعني طاقه حركه. بعد كده قلت لك ان الاتراكشن او الاتراكتيف فورس حبيب قلبي لما بتزيد بتعمل ستورنج للبوتنشال انرجي اللي هتاخد بعض. لو القوه اللي بين الجزيئات شدت بعض هتاثر بقوه على بعض، فبالتالي هتعمل حاجه اسمها بوتنشال انرجي. فكان عندك ايه تاني في الماتر؟ بوتنشال انرجي. يبقى تاني الماتر كان فيها طاقتين، صح؟ كاينيتيك وبوتنشال. بوتنشال انرجي. يبقى انت كده معاك ايه؟ تو انرجي. وات؟ قال لي كاينيتيك وبوتنشال اللي هما جوه الماتر. جوه الماتر يا مستر سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ الثلاثه. الماتر فيها سوليد وفي ليكويد وجاز. يبقى السوليد عنده كاينيتيك انرجي وايه؟ بوتنشال. طب ده كاينيتيك انرجي بوتنشال، كاينيتيك وبوتنشال وهكذا. تمام؟ طب الثلاثه بيتغيروا في نوع الكاينيتيك والبوتنشال، يعني مثلا لا ما بيتغيروش في نوع، هي بس انا قصدي ان مثلا السوليد عندها كاينيتيك انرجي كبيره ولا لا؟ طب الليكويد قليله ولا لا؟ طب الجاز كبيره ولا صغيره؟ احنا عايزين نشوف. لقينا ان الجاز توقع
هي الكاينيتيك دي تعتبر ايه؟ حركه، يعني موشن، واللي بيأثر على الموشن الله ديفيوجن، انتشار. فاحنا هنقارن مع بعض. لو لقينا هنشوف الديفيوجن بتاع الماده، لو كبير يبقى اكيد الموشن كبير، يعني اكيد الكاينيتيك انرجي كبيره. اختصار يعني. يبقى احنا هنعمل ايه؟ عايزين نعرف الكاينيتيك انرجي في الثلاثه، انا بخليك تستنتج معايا مش بحفظك. عايزين نعرف الكاينيتيك انرجي في الثلاثه كبيره ولا يعني عايزين نشوف مستواها ايه، تمام؟ فقلنا هنبص على الديفيوجن، لو لقينا الديفيوجن كبير ماشي هنلاقي بالتالي الموشن كبيره، صح؟ مش احنا كنا قلنا اللي بيأثر على الديفيوجن دايما، فاكر انت الكلام ده؟ حلو. طب بالراحه بقى، السوليد الديفيوجن عنده ايه؟ ما عندوش يا مستر حبيب قلبي، عنده فيري سلو وعنده بس فيري سلو. معنى ان هو فيري سلو يعني الديفيوجن عنده قليل، يعني الكاينيتيك ركز جدا، الكاينيتيك انرجي قليله. الله تأسيس درس الاول تأسيس. طب تعالى كده نخش في الليكويد، تعالى بقى نخش في الليكويد. الليكويد هنشوف الديفيوجن عندها، الديفيوجن عندها عامل ازاي؟ افريج سبيد ده متوسط، يعني الديفيوجن عندها ايه؟ يعتبر متوسط، صح كده؟ معنى انه يعتبر متوسط يبقى اكيد الكاينيتيك انرجي اكيد متوسط. صعبه؟ طب تعالى نقل في الجاز، نبص على الديفيوجن بتاع ده الديفيوجن عنده فيري فاست. شفت انا برجع الدرس الاول ازاي؟ الله على اللي بيتاسس معايا. الديفيوجن عند الجاز ماله كبير، فمعنى كده ان الكاينيتيك انرجي عنده عامله ازاي؟ انتبهوا معايا كبيره. عرفت التداخل بالدرس الاول، عرفت افكارك ماشيه ازاي؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الكاينيتيك انرجي في السوليد قليله، في الليكويد متوسطه، في الجاز حبيب قلبي كبيره. المشكله دي جبتها منين؟ من عندي؟ لا مش من عندي، اثبتها لك من الدرس الاول. قلت لك الكاينيتيك دي كونتينيوس موشن، حركه مستمره، حركه، واللي بيأثر على الديفيوجن دايما موشن، فلو ده زاد ده هيزيد. فقلنا نشوف الديفيوجن ده لو عنده كبير يبقى اكيد الموشن كبير، ده لو عنده متوسط يبقى اكيد الموشن الكاينيتيك انرجي متوسطه، ده لو عنده الديفيوجن كبير جدا يبقى كده الكاينيتيك انرجي كبيره جدا. واحد. طيب يبقى احنا كده عرفنا الكاينيتيك قد ايه الكاينيتيك انرجي في السوليد وفي الليكويد، خلاص منك. عايزين نعرف البوتنشال. قلت لك برضه ساعتها كل ده تأسيس خلاص. قلت لك ساعتها برضه سبحان الله ان احنا عندنا سوليد ومعانا ليكويد ومعانا جاز، الثلاثه بيتكونوا ايه؟ من موليكيولز، الماتر بتتكون من موليكيولز ثم اتوم. رائع. طيب جميل. قلنا في النظريه معانا ايه يا مستر؟ قلنا ان الاتراكشن فورس بتعمل ستورنج للبوتنشال. تخيل الاتراكشن فورس بتعمل تخزين، ستورنج، بتعمل تخزين للبوتنشال. يبقى اكيد لو انا كاتراكشن فورس زد هخزن بوتنشال انرجي كتيره، فلو انا كاتراكشن فورس زد البوتنشال انرجي كتير هتبقى كتير. يبقى تاني كل ما تزيد الاتراكشن فورس البوتنشال انرجي. على فكره الاتراكشن فورس بالانجلش كده غلط، هي اسمها اتراكتيف فورس بس انا يعني بحب انتوا حفظتوها على كده، بس انت لو عايز تتكلم صح هي اسمها اتراك، بص اسمها فورس اوف اتراكشن، او عايز تقولها بالترتيب يبقى تقول اتراكتيف فورس ماشي، بس اوكي يعني اتس فيري جود. المهم عايزين نبص على البوتنشال، قلنا عشان نشوف البوتنشال هنبص على الاتراكشن فورس ده اللي بيأثر عليها. بص على الاتراكشن فورس في السوليد، اتراكشن فورس كبير، اتراكشن فورس عندي يا مستر كبير، يبقى اكيد يا مستر معنى كده ان طالما الاتراكشن فورس كبير يبقى اكيد البوتنشال انرجي كبيره، صح؟ يبقى لو الاتراكشن فورس كبير البوتنشال انرجي كبير، يبقى احنا خلاص عرفنا ان السوليد البوتنشال انرجي عنده كبيره جدا. يبقى عرفت ازاي الاثبات مش ازاي؟ عرفت انا اثبتها ازاي؟ شفت الاتراكشن فورس. مين اللي بيأثر على البوتنشال؟ الاتراكشن. مين اللي بيأثر على الكاينيتيك؟ الديفيوجن، صح؟ طيب نبص في الليكويد بقى، هنبص على الاتراكشن فورس. الاتراكشن فورس في الليكويد عامل ازاي؟ والله لقينا ان هو قليل شويه، اقل. كنا بنقول ان هو متوسط، كنا بنقول ان هو ساعتها متوسط. طالما متوسط يبقى اكيد البوتنشال انرجي مالها يا مستر؟ متوسط، صح كده؟ يبقى لو اتراكشن فورس متوسط في الليكويد اكيد البوتنشال انرجي في الليكويد متوسطه، فبالتالي احنا قلنا ان ده معناه متوسط في الليكويد. هنا
بوتنشال انرجي فيه متوسط. يبقى تاني خدنا السوليد بوتنشال انرجي فيه كبيره عشان اتراكتيف فورس كبيره، خدنا في الليكويد بوتنشال انرجي مودريت متوسطه عشان هي عشان برضه اتراكشن فورس متوسطه. طب نبص بقى في الجاز، لقينا الاتراكشن فورس ده قليله جدا، قليله جدا، صح كده؟ قليله جدا جدا. يبقى معنى كده ان البوتنشال فيها لو بوتنشال انرجي قليله جدا يا مستر. ليه؟ عشان الاتراكشن او الاتراكتيف فورس قليله جدا. يبقى بالتالي هنا يبقى تاني البوتنشال انرجي فيه سوليد كبير عشان الاتراكتيف فورس كبير، البوتنشال انرجي في الليكويد مودريت عشان الاتراكتيف فورس في الليكويد مودريت، البوتنشال انرجي في الجاز قليله جدا. ليه يا مستر؟ عشان حبيب قلبي ايه؟ عشان الاتراكتيف فورس في الجاز قليله جدا. فهمنا؟ يبقى احنا كده لحد دلوقتي بنلخص الكلام. قلنا ان احنا عندنا الماتر، الله عليا وعلى تلخيص في عندها كاينيتيك انرجي وعندها بوتنشال انرجي. يعني ده اختصار. الكاينيتيك انرجي لو احنا بنقسموه عندنا سوليد وليكويد وجاز. السوليد الكاينيتيك انرجي مالها يعمل حاجه؟ قليله جدا جدا. ليه؟ عشان الديفيوجن في السوليد فيرستو. طب في الليكويد والله متوسطه عشان كان افريج سبيد ديفيوجن. طب في الجاز لا، كاينيتيك انرجي كبيره جدا، كبيره جدا. ليه يا مستر؟ عشان الديفيوجن كبير جدا. وعشان الجاز كنت دايما بقول لك يا استاذ احمد الجاز عنده ثلاث صفات: فري، كومبليتلي، راندوملي، بيتحرك بكامليه، فبالتالي اكيد حركته كبيره، اكيد الكي اي كاينيتيك انرجي كبير. طب البي اي بنلخص مع بعض، قلنا برضه هنبص على سوليد ونبص على ليكويد ونبص على جاز. يلا بص معايا، قال لي بنبص على البوتنشال، هنشوف البوتنشال بيأثر عليها اتراكتيف فورس. الاتراكتيف فورس في السوليد مالها يا مستر؟ كبيره. يبقى اكيد يا مستر البوتنشال انرجي في السوليد كبيره. الاتراكتيف فورس في الليكويد متوسطه، يبقى اكيد البوتنشال انرجي متوسطه. الاتراكتيف فورس في الجاز حبيب قلبي مالها؟ قليله جدا. عشان كده البوتنشال انرجي في الجاز قليله جدا. بلخص كده. طيب في قانون بقى بيقول لك انتوا خدتوه في بريب 1، كنت زمان بتاخد كده ان انت عندك حاجه اسمها ميكانيكال، المفروض يعني ميكانيكال انرجي. الميكانيكال انرجي دي بتساوي بوتنشال انرجي زائد كاينيتيك انرجي. ماشي؟ صعبه دي؟ كنت زمان بناخدها كده، ميكانيكال انرجي الطاقه الميكانيكيه. كان دايما عندنا مدرس يقول لنا الطاقه الميكانيكيه بتساوي طاقه الحركه وطاقه الوضع يساوي الطاقه الميكانيكيه، وفيما بينهما علاقه عكسيه. يعني البوتنشال، بص ركز جدا معايا، لو البوتنشال انرجي هنا مثلا، تخيل الميكانيكال انرجي مثلا هنا ب 10، مش الميكانيكال بتساوي بوتنشال زائد الكاينيتيك بلس فلو البوتنشال مثلا 8 يبقى هي كبيره اهي، البوتنشال انرجي كبيره، الكاينيتيك بتبقى مالها؟ بص بتساوي 2 صراحه. يبقى لو البوتنشال انرجي كبيره بص الكاينيتيك انرجي قليله. طب بص العكس بقى، لو الكاينيتيك ب 8 هنلاقي البوتنشال ب 2. يعني لو الكاينيتيك انرجي كبيره البوتنشال انرجي قليله. بس في الاول وفي الاخر دايما الميكانيكال بتبقى فيكسد، بتبقى ثابته، صح؟ عشان كده لو نيجي نقول لك ايه؟ طاقه الوضع طاقه الحركه بيساوي الطاقه الميكانيكيه وفيما بينهما علاقه عكسيه. والطاقه الميكانيكيه مقدار ثابت عالي، بنقولها لنا زمان كده، ماشي؟ في ثانويه عامه. ماشي. المهم ركز معايا صديقي، ركز معايا. يبقى احنا عندنا قانون، قال لك بقى عمل لك ايه في بريب 2؟ شال لك الميكانيكال وراح جاي قال لك لا انا هديك تعبير جديد هسميها الانترنال. طالما احنا بنتكلم في سوليد وليكويد وكلام عميق هنسميها انترنال انرجي. يعني الطاقه الداخليه. فرقت حاجه؟ الميكانيكال انرجي يعني هي الطاقه الداخليه اللي هي بتساوي طاقه الوضع اللي جوه وطاقه الحركه اللي جوه، فما فرقتش حاجه. فالانترنال انرجي هي نفس الميكانيكال انرجي بس، وقال لك ان هي بتساوي الكي اي اللي هي الكاينيتيك انرجي بلس البي اي اللي هي البوتنشال انرجي. بس انت بقى تستنتج لو الكي اي، العلاقه ما بين الكي اي والبي اي، يعني استنتج كي اي والبي اي. انا هكتبها لك كده العلاقه انفرس بتتكتب بالطريقه دي. ليه مثلا انفرس؟ عشان لو الكي اي حبيب قلبي 8 لسه قايلها لك هتبقى دي ب 2، فلو الكي اي كبيره البي اي هتبقى قليله، يبقى العلاقه انفرس، علاقه عكسيه. بس خلي بالك دايما الانترنال بتبقى
فيكسد. يعني يا مستر، يعني لو قال لك في السؤال لو الكي انا زودتها لك ايه اللي هيحصل بالانترنال؟ ثابته. لو الكي زادت البي اي هتقل عشان تعوض النقصان ده فتفضل ثابته. مش فاهم حاجه حبيب قلبي. لو الكي زادت الانترنال انرجي هتفضل ثابته. تاني لو جه يلعب معاك في النبي ركز معايا في الحته دي قوي، لو جه يلعب معاك بيلعبها كتير قوي. احنا عارفين القانون بيقول لك ايه؟ الانترنال انرجي internal energy بيساوي ايه؟ بيساوي البوتنشال انرجي بلس كاينيتيك انرجي. لو جه قال لك انا لو كانت مثلا البي اي بمقدار معين، فانا رحت جيت عملت فيه انكريز، فانا زودت البوتنشال انرجي، ايه اللي هيحصل بالانترنال؟ ليه؟ عشان لو انا زودت دي تخيل معايا اللي هيحصل، اكيد البي اي هتقل. فده زاد ده قل، فبالتالي حصل نفس الثبات. طب بص جه قال لك انا لعبت معاك، جه قال لك انا زودت الكي اي، ايه اللي هيحصل بالانترنال انرجي؟ برضه ثابته. لان طالما انا زودت الكاينيتيك انرجي البوتنشال انرجي هتقل، فبالتالي الزياده تعوض النقصان ده، فبالتالي الانترنال انرجي هتفضل ثابته. يبقى ملخص الكلام لو قال لك انا زودت كي زودت بي اي اللي هتفضل برضه الانترنال انرجي دايما عندك ثابته. طب رائع يا مستر، رائع جميل جدا. تعالى بقى نكمل بعد الصراحه. رجعنا يا شباب، يلا بينا بقى نكمل. فالمهم احنا دلوقتي وقفنا عند الحته بتاعت الانترنال انرجي وقلنا مع بعض حبيب قلبي ان هي بتساوي الكي اي الكاينيتيك انرجي بلس البي اي بوتنشال انرجي، صح كده؟ وقلنا العلاقه عكسيه انفرسلي ما بين الكي اي والبوتنشال انرجي، صح؟ يعني دي لو كبيره دي هتبقى قليله، طب دي لو كبيره دي هتبقى قليله، فاهم انت؟ الاثنين مع بعض علاقه عكسيه. وقلنا ليه؟ قلنا عشان دي مثلا لو ب 8 اجمع كده، دي عشان تكون ب 10 يبقى دي ب 2، يبقى دي بص دي كبرت دي قلت. طب بص بقى العكس بقى، لو دي ب 8 اللي هي البي اي هتلاقي الكي اي ب 2، صح كده؟ عشان تبقى دي ب 10، اصل دي دايما ثابته. قلت لك لو البي اي زادت او الكي اي زادت او البي اي قلت او الكي اي قلت حبيب قلبي الانترنال انرجي بتفضل فيكسد، تمام؟ المهم فلو دي بقت ب 8 دي هتبقى ب 2، يبقى الاثنين انفرس. عدناها كذا مره بس يا عم حاجه. طب احنا عايزين بقى نشوف بعد كده ايه اللي بيأثر على الانترنال انرجي. ماشي؟ ايه اللي بيأثر على الانترنال انرجي؟ لقينا ان في زي التمبريتشر، فينا زي الماس، وفيه الماتر، ماشي؟ وايه تاني؟ تعال بس بقى بص احنا هقول لك على حاجه، انا كده خلصت الجزء الثاني عباره عن ان انا افهمك شويه اللي موجود في المذكره، حلو؟ يبقى انا شغلتي ايه دلوقتي؟ افهمك اللي موجود عندك. يلا بسم الله. اول حاجه احنا ابتدينا مع بعض في الاول خالص بفضل الله وقلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها السيستم، ماشي؟ قلنا السيستم ده قال لي every system has a boundary that separates it from. يبقى الباوندري بيعمل ايه؟ بيعمل سيبريت، بيفصل. يبقى تاني كل كلمك عنه عن الباوندري احنا خدنا مثال اساسي. خدنا ان احنا عندنا سيستم شبه ده، السيستم ده في جنبه سراوندينج، اللي جنبه ده اسمه سراوندينج، وجوه ده اسمه سيستم. طب السيستم ده فيه ايه؟ قال لي فيه ماتر وفيه انرجي، صح كده؟ وان اللي كل ده اسمه يونيفرس، وان شايف الجدار ده اللي هو الوول ده اسمه وول او اسمه باوندري. الباوندري او الوول ليه مهمه واحده بس يا صديقي، يعمل ايه؟ ان هو يعمل سيبريت، يفصل السراوندنج عن السيستم. صعبه كده؟ تعالى نكمل. لقينا السيستم النظام قال لك any part of universe that is subject to study and observation of change. يعني بص بيحصل فيه اللي change in energy. كل اللي عايز اسالك سؤال، هو انا كنت بقول لك سيستم يعني ايه؟ بقول لك السيستم ده عباره عن في ماتر وفي انرجي، فانا بشوف اللي تشينج اللي جوه، هل الاثنين هيفضلوا تشينج ولا هل هيفضلوا فيكسد ولا واحده هيحصل لها تشينج وواحده هيحصل لها تبقى فيكسد. فاحنا درسنا الموضوع ده، قلنا بقى ان السيستم تعريفه ايه؟ قال لي هو عباره عن ايه؟ عباره عن جزء بارت اوف يونيفرس بيحصل فيه اللي تشينج الانرجي والماتر. يبقى اول ما اقول لك سيستم ده في ام سي كيو بيني وبينك الاغاني دي، اول ما اقول لك سيستم تبقى ايه؟ بارت اوف يونيفرس. طب يا عم ده ايه بيحصل فيه ايه؟ قال بيحصل بشوف فيه اللي تشينج ان انرجي، وبشوف فيه اللي تشينج في ايه تاني يا مستر؟ في الماتر. في اي مشكله كده؟
درسناه احنا عدنا الكلام ده كتير قوي. قلنا السراوندنج، ده سبيس سراوند، سبحان الله بيعرف لك السراوندنج، بيعرف لك السراوندنج يا صديقي، بيعرفوا لك، بيقول لك المحيط، الحاجه المحيطه هي الوسط المحيط. الله، يعني بيعرف لك السراوندنج، بيقول لك ده سبيس سراوندنج. الله عليك يا ابني. The space around the system with which it can exchange energy matter. يعني دي الحاجه اللي جنب السيستم وبنشوف قدامها، بنلاحظ، بنشوف حبيب قلبي بيحصل اكستشينج في الانرجي والماتر، ولا بيحصل اكستشينج في بوث كلاهما. بعد كده قلنا احنا عايزين نعرف الانواع تايب اوف سيستم. قلنا ان في open، في closed، في isolated. ملخص الكلام هنا قال ده system that allows the exchange of both matter and energy between the system and the surrounding medium. ملخص الكلام الاوبن في حبيب قلبي الماتر والانرجي الاثنين مالهم يا حبيب قلبي؟ بيتغيروا. الاثنين بيحصل اوبن تشينج، الاثنين بيحصل اوبن اكسشينج. صعبه دي؟ نظام مفتوح، نظام يحدث فيه تبادل للطاقه والماده مع الوسط المحيط. تعال الكلوز، قال لي الكلوز لقينا ان الانرجي الوحيده هي اللي بيحصل لها اكسشينج، يعني هي اللي بتتغير. طب جميل، طب الماتر؟ قال لي لا، الماتر ثابته. الماتر عند حضرتك ثابته، الماتر عند حضرتك بتبقى ثابته فيكس. طب الايزوليتد؟ لا، الايزوليتد احنا معانا فيه طبعا ده سيستم، صح؟ فالسيستم عباره عن ماتر وعباره عن انرجي. طيب الانرجي والماتر مالهم يعمل حاجه؟ لان هما الاثنين حبيب قلبي فيكس، الاثنين ثابتين. صعبه دي؟ لا. ايه تاني يا عم؟ قال لي بقى عايزين ناخد الامثله عليها. النظام المفتوح قال لي an open pot containing boiling water، يعني عم شبه مثلا حله مفتوحه خالص اهي، فدي تعتبر open ولا مش open؟ تعتبر open، بس مش دي حله مفتوحه، حله مفتوحه وراح جاي رسمها لك بالشكل ده. ممكن يرسمها لك بالشكل ده على فكره، ان هي مفتوحه. بص مفتوحه مفيش جدار. هل في جدار؟ لا مفيش جدار هنا، مفيش جدار. فبالتالي طالما مفيش جدار يبقى open. طب مثلا ايه البروبرتيز اللي عندي؟ الاقي ان الماتر، بص الماتر هي بتطلع فوق بتتغير والانرجي برضه بتتغير. طب الكلوز شبهناها بالكنز، a can of soft drink closed system. ليه يا عم حاج؟ because only heat اللي هي الانرجي هي اللي بتنتقل مع without بدون الماتر هي اللي بتبقى ثابته. ماشي؟ هضرب لك مثال، قال لك الماتري، بص الماتري جوه فبتفضل ثابته، الانرجي بتتغير، تعال الايزوليتد، بص ايزوليتد يعني مغلق جدا، فبالتالي بص الماتر جوه والانرجي جوه ما حصلهمش تغير، الاثنين ثابتين. صعبه دي؟ بسم الله. The system of the potential and the kinetic energy of given system is known as internal energy. قال لك يعني ان السيستم اللي عند حضرتك جوه في حاجه اسمها internal energy. internal energy يعني الطاقه الداخليه اللي هي يا حبيب قلبي اتكلمنا عليها وقلنا ان هي زمان كان بيقول لك عليها kinetic. انا اسف، كان بيقول لك زمان عليها mechanical energy، صح كده؟ كان بيتقال عليها زمان ميكانيكال انرجي، تمام؟ طب دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكي اي بلس البوتنشال انرجي، عباره عن البي اي اختصار يعني بوتنشال انرجي بلس الكي اي. يبقى اول ما اقول لك الانترنال بيساوي ايه؟ بي اي زائد بلس كي اي، بي اي بلس كي اي. طب حلو ده، فقال لك the internal energy of the system increased with an increased potential. بص increased potential energy of the particle، ده kinetic energy of، يعني من الاخر تزداد الطاقه الداخليه النظام بزياده طاقه وضع الجسيمات او طاقه الحركه. احنا كده ايه اللي بيتوقف عليه الانترنال انرجي؟ لقينا ان الانترنال انرجي بتتوقف عليه، ركز كده بسم الله، تمبريتشر. يعني لو غيرت في تمبريتشر الانترنال انرجي تتغير، لو غيرت في الماس الانترنال انرجي تتغير، لو غيرت في الماتر الانترنال انرجي تتغير، لو غيرت في الفيزيكال ستيت بتاعتي، يعني فيزيكال ستيت يعني سوليد ليكويد غاز بلازما، ساعتها تتغير. يبقى احفظك بقى بصمك بقى، قال لي الانترنال انرجي او الكاينات او الميكانيكال انرجي، بس عندك انترنال انرجي تعتمد عليه temperature mass matter physical state. تاني temperature mass matter physical state، temperature mass matter physical state. طيب قال لي temperature مش هقول فيها كتير، بس احنا عايزين نقرا الكلام. The average kinetic energy of the particle of the system is equal to the kinetic energy of a single particle when the kinetic energy of all particles is equal. يعني ايه الكلام ده؟ معلش. قال لي متوسط طاقة الحركة للجسيمات بيساوي متوسط طاقة الحركة لجميع الجسيمات. مستر انا مش فاهم، تعالى افهمك، احنا مش بنبصمك، تعالى بص يا حبيب قلبي هنا ركز جدا معايا في انا. دلوقتي انا معايا، فاكر المثال اللي كنت بقول لك فيه الايرن والسيلفر، وقلت لك ان الموليكيولز جوه الايرن شبه بعض والموليكيولز جوه السيلفر شبه بعض، ولو قارنت بين الموليكيولز اللي في السيلفر والموليكيولز في الايرن هيكونوا
مش شبه بعض صح؟ فاكر انت بالظبط. انا بقى هديك مثال على الحته دي. بص لو احنا معانا ايرون ومعانا سيلفر بذمتك، بص كل دي تاسيس الدرس الاول، والله تاسيس الدرس الاول. بيقول لك ايه؟ مش المفروض الموليكيول ده شبه الموليكيول ده والموليكيول ده شبه الموليكيول ده، بس طبعا ده مش شبه ده صح كده؟ يعني انت عايز تقول لي ان البي اي هنا طاقه الحركه والبي اي هنا يا مستر هي عايز تقول لي ان الكي اي هنا والبي اي هنا في الموليكيول ده شبه الموليكيول ده، والكي اي والبي اي هنا في الموليكيول ده شبه الموليكيول ده؟ منطقيا. استنى فبيقول لك ايه؟ ده افريج كاينتيك انرجي، طاقه الماده كلها اللي هي مثلا شبه الاير بتشابه نفس طاقه الحركه بتاعت الموليكيولز الواحد، يعني طاقه جميع الموليكيولز اللي في الاير هي طاقه الموليكيولز الواحد مثلا. ده افريج. تعالى بقى نكبر. بسم الله. بيقول لك ده افريج كاينتيك انرجي اوف بارتيكل اوف ذا سيستم از ايكوال تو ذا كاينتيك انرجي اوف ا سنجل بارتيكل. فهمت تبع الحته دي؟ يبقى الافريج الكاينتيك انرجي اللي في الموليكيول كله في البارتيكل كلها بتساوي اللي في سنجل بارتيكل. هي صعبه دي. بس امتى الكلام ده؟ امتى الكلام ده يحصل في ايه؟ في الجسيم الواحد، لما تكون هي الماده. يعني مثلا الموليكيول في الايرون عندها نفس الكي اي، عندها نفس البي اي، بس هي بس دي ماده واحده ايرون. لكن لو قلت لك احنا معانا ايرون ومعانا سيلفر تمام، وقلت لك قارن بين الكي اي هنا والكي اي هنا، متساويين؟ لا مش متساويين. ليه؟ لان دي ماده واحده، ده بارتيكل وده بارتيكل من نوع اخر. صعبه دي. الله يلا. temperature represents the degree of hotness or coldness. يعني بتمثل السخونه، الحراره بتمثل السخونه او بتمثل البروده. الله عليك. فبقول لك بيقول لك temperature of the system ده average kinetic energy. عندنا قانون بيقول لك ان انا عايز احسب الافريج kinetic energy، متوسط طاقه الحركه في الموليكيول. قال لك بجيب التوتال kinetic energy كلها على النمبر اوف بارتيكل. يعني مثلا لو اديتك مثال، الله عليك، بص يا حبيبي، لو قال لك احنا معانا ماده التوتال، ركز جدا جدا جدا، kinetic energy of particle عندك بتساوي مثلا 8. حلو؟ 8. وقال لك number of particle اللي عندي بيساوي مثلا 4 4. هات لي الافريج kinetic energy او نطلع القانون. average kinetic energy يا مستر، average كي اي اللي هي kinetic energy هتساوي ايكوال. يلا بينا. ايكوال ايه يا مستر؟ توتال kinetic energy على total kinetic energy على number of particle. يبقى التوتال بكام؟ ب 8 اوفر 4 على الاربعه تطلع بتساوي. يبقى عرفت تاني. يبقى احنا معانا قانون بيقول لك حبيب قلبي ايه؟ ان الافريج كاينتيك انرجي بتساوي توتال كاينتيك انرجي بارتيكل على النمبر اوف بارتيكلز. صعبه دي يا حبيبي؟ ما فيهاش اي مشكله. نكبر تاني. يلا بينا. فبيقول لك واذا افترضنا the kinetic لو if we assume that the kinetic energy of all particles is equal then the temperature of the substance or system is measured. مش فاهم ايه؟ بص يا حبيبي ركز في الحته دي. لو احنا معانا ايون، الله يخرب بيت الايون دي موليكيولز صح؟ دي موليكيولز. لو انا الموليكيول ده بص لو الموليكيول ده درجه حرارته 2 سيليزيوس مثلا، هيبقى ده درجه حرارته كام؟ 2. طب ده 2 ليه؟ لانه في نفس الماده، الاثنين عندهم نفس الكي، عندهم نفس البوتنشال انرجي، عندهم نفس التمبريتشر. فبالتالي حبيب قلبي ده temperature of the substance or system is measured of kinetic energy of one particle. يعني بتاخد درجه الحراره بتاعت الماده بتبقى ثابته في كل الموليكيولز، ودرجه حراره الماده او النظام بتكون مقياس لطاقه الحركه. يعني ايه الحته دي؟ يعني ايه طاقه الحركه بتكون مقياس لدرجه الحراره؟ بص ركز جدا 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 في الحته دي، والنبي تركز جدا في كلمه the temperature of the substance or system is measure of the kinetic energy. يعني بتقاس او بتقدر بقيمه الكاينتيك انرجي. التمبريتشر بتتقدر بقيمه الكاينتيك انرجي. بس انا مش عارف تقول ايه اساسا. بيقول لك ان التمبريتشر بنعرف هي كبيره ولا صغيره، بنقدر قيمتها بقيمه مين؟ الكاينتيك انرجي. ايه اللي دخل مستر التمبريتشر؟ حبيب قلبي ده الدرس الثاني. حبيب قلبي الدرس الثاني لما كنت بعمل ايه؟ كل لما بزود الهيت الكي اي بتزيد. الايه؟ كي اي بتزيد. ملاحظ حاجه؟ ان لو ان التمبريتشر اللي هي الهيت مرتبطه بالكي اي، فبالتالي المعلومه دي مش جديده بس لازم تاخد بالك، انا لازم اوريك ازاي. فبالتالي ان التي تمبريتشر اكيد معتمد على الاي اي وبتاثر فيه. فعرفت بقى المعنى الجمله اللي بيقولها لك. اظن شفت الدروس مرتبطه مع بعض ازاي؟ مش اي درس معنى كده. بيقول لك ده temperature of the substance or system is measure of the kinetic energy of one
طب general rule why is temperature considered a measure of average kinetic energy؟ ليه التمبريتشر بتعتمد على kinetic؟ ليه أعمل حاجة؟ قال لي سبحان الله بيكون the kinetic energy different from particle to other. يعني سبحان الله kinetic energy سبحان الله تختلف من مادة لمادة. الإن والله ده أنا هموت. قال لك احنا عايزين ناخد the effect of type of material substance and change the temperature. عايزين نشوف يعني التمبريتشر هيأثر على الانترنال انرجي ازاي؟ مش احنا قلنا الانترنال انرجي بتتأثر بفور فاكتورز، مين هم الفور فاكتورز؟ قال لي مثلا temperature وماس وماتر وفيزيكال ستيت، صح كده؟ ومين؟ وفيزيكال ستيت. احنا بقى عايزين نشوف اول تأثير عندنا وهو التمبريتشر بيأثر ازاي على الانترنال انرجي اللي عندنا. بص يا حبايبي، جاب مرة بيكر 20 سلسيوس 20 سلسيوس وواحد 20 سلسيوس واسف، بس ده بتاع ووتر، ده فيه ووتر وده فيه اويل. ركز جدا في اللي انا هقوله، ركز جدا في اللي انا هقوله. بص كده معايا في الحته دي بالذات والنبي الله يخليك. بص جاب والنبي تركز، جاب ووتر وجاب اويل ماشي، وسخن ده عند 20 سلسيوس وده عند 20 سلسيوس، يبقى ده ووتر وده اويل، ده عند 20 سلسيوس وده عند 20 سلسيوس. في مشكله؟ تخيل مين اللي هيسخن اسرع؟ مقدار الارتفاع في درجه الحراره قد ايه؟ الدلتا تي قد ايه؟ مين هتكون عند مين اكبر؟ تخيل ان احنا لقيناها في الاويل اكتر. ليه بقى؟ ليه؟ مستر مش المفروض ده درجه حرارته 20 وده درجه حرارته 20، ازاي مقدار الارتفاع في الحراره هنا اسرع؟ ازاي يعني؟ بتفهمني؟ فاهمك. بص تسمع عن النحاس وتسمع عن الألمنيوم وتسمع عن الحديد. كل واحد ليه طريقة في توصيل درجة الحرارة، وكل واحد ليه طريقة في توصيل الكهرباء. ارجع لأيام زمان، النحاس أقوى واحد في توصيل الكهرباء. ليه؟ عشان بيكتسب الحرارة بسهولة، عشان لما تكبر هتعرف إنه عنده حرارة نوعية. مش هقول لك الكلمة لما تكبر ثانوية عامة، بس اللي عليك دلوقتي إنه عنده حاجة اسمها حرارة نوعية، عنده سبيسيفيك هيت قليلة. ايه السبيسيفيك هيت دي؟ قال لي دي درجة الحرارة اللي بترفع المادة لواحد سلسيوس. يعني عشان النحاس يترفع يبقى درجة حرارته 1 سلسيوس، يرتفع بمقدار 1 سلسيوس، السبيسيفيك هيت بتاعته قليلة. يعني قليلة يرتفع بسهولة، فبالتالي ارتفاع كبير. يبقى تاني يعني سبيسيفيك هيت دي اسمها مستر. يعني سبيسيفيك هيت بقى يعني الحرارة النوعية. الله عليك، والله مش قصدي، أنا قصدي سبيسيفيك هيت. يعني قال لي دي يا مستر دي درجة الحرارة اللي عندها المادة بتزيد 1 سلسيوس، بتزيد 1 سلسيوس ماشي؟ طب ليه النحاس بقى بنقول عليه عنده مثلا حرارة نوعية قليلة؟ مثلا هو مش هتلخبطنا، هو ازاي بيوصل حرارة كتير وعنده حرارة نوعية قليلة؟ يعني ايه كلمة حرارة نوعية او ايه الفرق؟ مش عارف. اقول لك حرارة نوعية يعني هو بص يعني بص بيستجيب للحرارة جامد جدا، فبالتالي بيرتفع بسهولة. يعني الحرارة النوعية بتاعته صغيرة. تاني يعني ايه حراره نوعيه بتاعته صغيره؟ يعني يزيد بمقدار 1 سلسيوس بسرعه، عشان كده حراره نوعيه صغيره. يبقى تاني عرفت ليه النحاس بيوصل حراره كتير؟ عرفت ليه بيوصل مات كتير؟ عرفت ليه بيوصل الكتريستي كتير يعني كهرباء كتير؟ ليه بالظبط؟ عشان عنده حاجه اسمها سبيسيفيك هيت قليله. شفت العلاقه انفرسلي؟ سبيسيفيك هيت قليله. ليه قليله يا مستر؟ عشان هو بيزيد ب 1 سلسيوس بسرعه، عشان كده السبيسيفيك هيت قليل. ركز جدا في الحته. المهم لقينا ان ليه ده زاد اسرع؟ عشان السبيسيفيك هيت بتاعت الزيت مالها يا مستر قليله. يبقى اول ما اقول لك السبيسيفيك هيت بتاعت حاجه قليله، السبيسيفيك هيت قليل، تقوم قايل لي يا مستر على طول الارتفاع بتاع التمبريتشر بتاعي يا مستر كبير، هترتفع بسرعه جدا عشان السبيسيفيك هيت بتاعتي مالها قليله. نرجع بقى، احنا عايزين اوبزرفيشن. قال لك خلي بالك، بيقول لك اللي انا عايزه من هنا الحته دي the temperature of water in beaker A و temperature of the oil in beaker B despite their being of different type. يعني درجه حراره ماء الكاس A بتساوي درجه حراره الماء في الكاس B رغم اختلاف نوعهم. ماشي. طب هنا قال لك درجه حراره الزيت في الكاس B اعلى من درجه الحراره في الكاس A، مره الاقيها مره كده. بص افهمك اللي انا عايزك منك في الحته دي. بس when two equal masses of oil وwater بيتسخن، بص
the temperature rise in the oil greater than the water. بيرتفع التمبريتشر بترتفع اسرع في الاويل. ليه يا مستر؟ عشان عندها سبيسيفيك هيت، عشان الاويل عنده سبيسيفيك هيت less than the specific heat with the water. عشان عنده السبيسيفيك هيت بتاعت الاويل قليل. يبقى ليه الاويل؟ ليه الاويل التمبريتشر بتاعته، التمبريتشر بتاعت الاويل، التمبريتشر بتاعت الاويل كبيره. ليه كبيره؟ قال لي مثلا عشان السبيسيفيك هيت قليله. يبقى تاني اول ما اقول لك سبيسيفيك هيت قليله تقوم قايل لي التمبريتشر هتعمل رايز، هتنتشر، هترتفع بسرعه عشان تعرف. طبعا عندنا هنا في حاجه اسمها متغير ضابط كنترول فاريبل، وعندك اندبندنت فاريبل، وعندك ديبندنت. يعني ايه؟ ركز معايا جدا في اللي انا هقوله. قلت لك كنترول فاريبل يعني دي حاجه ثابته، ان كل الغاز في البيكر A والبيكر B هم، فبالتالي اللي انا ضغطه ناس ثابت. الاماونت اوف هيت جين ثابت، انا هنا بدي 20 سيليزيوس وهنا بدي 20 سيليزيوس، فالاثنين ثابتين. طب الاندبندنت اللي هو بيأثر على الديبندنت يا استاذ احمد صديقي، الاندبندنت ده تايب اوف ماتر يوز. لقينا ان اللي متغير هنا الاويل والووتر، احنا ايه اللي غيرناه هنا؟ الاويل والووتر، فبالتالي اللي غيرناه التايب بتاع الماتيريال، عشان كده الاندبندنت هو التايب بتاع الماتيريال. طب الاندبندنت الثابت تشيني المتغير التابع اللي هو الديبندنت. مين بقى اللي هيتغير؟ مين اللي هيتغير لما اغير الاندبندنت؟ فاكر انت الحته دي؟ اندبندنت بيأثر على الديبندنت. مين اللي بيأثر؟ قال لي ده تايب اوف ماتر. هيأثر على ايه؟ على ذا اماونت اوف تشينج اوف تمبريتشر. هيأثر على كميه الحراره المكتسبه، هيأثر على التمبريتشر. يبقى مين اللي أثر على مين؟ تايب اوف ماتيريال اثرت على التمبريتشر. ليه؟ عشان التايب اوف ماتيريال اندبندنت، والديبندنت اللي هو التابع الحقير ده عارفه هو مين؟ التمبريتشر. شبه ما كنا بناخده في الايفابوريشن كده، كان هو الديبندنت واللي كان بيأثر عليه بقى سيرفيستريا او تمبريتشر او اي حاجه. ماشي. الملخص المفيد ان احنا عندنا الملخص المفيد، انا بلخص لك ان احنا عندنا بيكر، ركز كده، بيكر A وبيكر B. ده سخناه عند 20 سلسيوس وده سخناه عند 20 سلسيوس. ايه اللي حصل يعني؟ حاجه طبعا انا كاتب سلسيوس خلاص كده، كتب كده ده 20 سلسيوس. رائع. ماشي. هنا في ووتر، هنا في اويل. صعبه دي. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان هنا مستر التمبريتشر بتزيد ان اويل اسرع، كبيره. طب ليه؟ عشان حبيب قلبي السبيسيفيك هيت بتاعت الاويل مالها يا مستر؟ قليله. ده ملخص التجربه دي كلها. مين الثابت هنا؟ الماس بتاع الميه، ده كنترول، فالماس ثابت. مين الثابت هنا؟ الاماونت بتاع درجه الحراره ثابت. هنا سخنت 20 ولا 20، فده كنترول ايه؟ كنترول فعلي. طب مين الاندبندنت هنا اللي هو مستقل اللي بيأثر؟ نوع الماده، هنا ووتر وهنا اويل، هيأثروا على ايه؟ هيأثروا على ارتفاع التمبريتشر. يبقى مين الديبندنت؟ المعتمد التمبريتشر. مين الاندبندنت؟ التايب اوف ماتر. مين اللي هيأثر على التاني؟ تايب اوف ماتر هيأثر على التمبريتشر. الاندبندنت هو اللي هيأثر على الديبندنت. يا الله. رابع. السبيسيفيك هيت بقى بدأ يفهمك يعني ايه، لسه فاهمها دلوقتي هنقراها. قال لي the amount of heat required to raise the temperature. يعني دي الكميه اللي هترفع درجه الحراره. مين يعمل حاجه 1 سيلسيوس بقى هترفع بص التمبريتشر اوف 1. هترفع التمبريتشر بتاعت ايه يا مستر؟ الاماونت بتاعتها ايه؟ 1 كيلو جرام ترفعها قد ايه؟ ترفعها 1 سيلسيوس. يبقى تاني اول ما اقول لك سبيسيفيك هيت تقوم قايل يا مستر دي كميه الحراره اللي بترفع 1 كيلو جرام 1 سيلسيوس. تاني ايه دي كميه؟ لما اقول لك سبيسيفيك هيت يعني ايه؟ دي كميه يا مستر الحراره اللي 1 كيلو جرام هترتفع درجه حرارته بمقدار 1 سيلسيوس. يبقى تاني دي كميه الحراره اللي بترفع كميه 1 كيلو جرام درجه 1 سيلسيوس. صعبه دي؟ طيب جميل. يعني بقى كلمه what I meant by that the specific heat of iron is 450 joule. يعني the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of iron by 1 Celsius. بتعرف السبيسيفيك هيت بعد كده تقول بتساوي كام. صح؟ طب important notes بقى on the table opposite the specific heat values of some substance. بص يا حبيبي، هل السبيسيفيك هيت بتاعت المواد هتبقى شبه بعض؟ لا. هل الحراره النوعيه هتبقى شبه بعض؟ لا.
توصيليه الحراره بتبقى شبه بعض؟ لا. توصيليه الكهرباء بتبقى شبه بعض ولا لا؟ لا، ما بيبقوش شبه بعض. كل ماده ليها رقم معين. مثلا الميركوري، النحاس، بص خد بالك السبيسيفيك هيت بتاعته اقل واحد، عشان كده هو اكتر واحد عنده ارتفاع في الهيت. عشان كده هو اكتر واحد يا مستر عنده ارتفاع في مين يا عم الحاج؟ الالكتريستي. اكتر واحد عنده قدره انه يوصل مثلا الكتريستي. ليه بقى؟ ليه اكتر واحد عنده قدره انه يوصل هيت؟ ليه؟ عشان هو عنده سبيسيفيك هيت قليله. 140. طب بص على 365 450 900 2000 2200 4180. مين اقل واحد؟ الميركوري. طب مين بقى طالما اقل واحد؟ مين الميركوري؟ الميركوري اقل واحد، فبالتالي هو اكتر واحد بيوصل حراره. طب اللي بعده كوبر. طب بص ممكن اسالك سؤال بقى بجد انت لو ذاكر، مين اكتر واحد ما بيوصلش حراره؟ هو الووتر. ليه؟ عشان الووتر السبيسيفيك هيت عندها كبيره، فبالتالي الهيت عندها قليل. طب مين اكتر واحد بيوصل حراره؟ الميركوري، عشان السبيسيفيك هيت عنده قليله، فبالتالي حبيب قلبي الهيت عنده كبير. طب مين اكتر واحد بعد الميركوري بيوصل درجه حراره كبيره؟ هو الكوبر، عشان الكوبر عنده السبيسيفيك هيت اقل، فبالتالي قليله يعني شويه صغيرين عنه، فبالتالي حبيب قلبي الهيت بيوصل معاه. بسم الله. طب ولا السبيسيفيك هيت is a characteristic property of substance and varies depending on. خلي بالك اهو بنتكلم السبيسيفيك هيت دي حاله مميزه للماده، يعني كل ماده ليها سبيسيفيك هيت معين عشان الجدول. ميركوري كان ليه حاجه معينه، كوبر كان ليه حاجه معينه، ايرون كان ليه حاجه معينه، وهكذا. فبالتالي السبيسيفيك هيت characteristic property of substance دي حاله مميزه للماده and varies depending on the type of substance. يعني السبيسيفيك هيت بتعتمد على ايه؟ على التايب of substance. وعلى the physical state such as the difference between the specific heat of ions and the. بص حضرتك اول ما اقول لك السبيسيفيك هيت بتعتمد على ايه؟ خد بالك اهو بنكمل اكتبها عندك في الكتاب، اكتبها عندك في الافكار. السبيسيفيك هيت بتعتمد على حاجتين. بص بتعتمد على ركز تايب اوف ماتر، نوع الماده، تايب اوف ماتر، وبتعتمد على ايه تاني؟ على الفيزيكال هيت. يعني الايس اللي هو الايس والووتر عندهم نفس السبيسيفيك هيت؟ لا، عندهم سبيسيفيك هيت مختلفين. ليه؟ عشان الفيزيكال ستيت بتاعتهم مختلفين. ما انا قلت لك السبيسيفيك هيت بتعتمد على تايب اوف ماتر وعلى فيزيكال ستيت. يبقى اول ما المستر يسالني يقوم قايل لي ده مين اكتر واحد عنده سبيسيفيك هيت؟ مين اكتر واحد عنده هيت كتيره؟ اقوم قايل له مستحيل بالراحه، انا هشوف السبيسيفيك هيت، هشوف التايب اوف ماتر، بعد كده اشوف الفيزيكال. لو الاثنين عندهم نفس الشروط يبقى الاثنين عندهم نفس السبيسيفيك هيت. لو الاثنين مختلفين في واحده بس بالتالي هيبقوا مختلفين. ماشي. The amount of heat required to reach the temperature per kilogram of water by Celsius is greater than that of any substance. ليه اكتر بص خلي بالك من التركه دي. بقول لك كميه الحراره اللي بترفع درجه حراره الميه 1 سلسيوس بتبقى اكتر ماده عندها ارتفاع في الحته. ليه؟ انت بنفسك قول ليه؟ عشان الووتر عندها سبيسيفيك هيت كبيره، سبيسيفيك هيتها كبيره اهو، سبيسيفيك هيت كبيره، فبالتالي هتوصل حراره قليله. صعبه دي؟ فبالتالي بص بقى، بص ركز، بص the amount of heat required to reach the temperature كتيره جدا عشان ترفع درجه حراره الماء. صعبه عشان ارفع درجه حراره الماء لازم احتاج حراره كبيره قوي. ليه؟ عشان هي بتوصل هيت قليله، فلازم تديها هيت كبيره عشان احولها. يبقى عشان احول من ايس لووتر، لو تفتكر كانت اسمها العمليه دي عمليه الميلتنج. دي يا مستر بتاخد هيت كبيره. ليه؟ عشان الميه بطبيعتها عندها سبيسيفيك هيت كبيره، فبتوصل هيت قليله، فلازم نديها هيت كبيره عشان توصلها، لان هي بتوصل هيت قليله فلازم نديها هيت. فهمت انت بقى الجمله دي دلوقتي؟ الماتر بتاخد كميه كبيره قوي عشان تترفع وتتحرك. ماشي. طب يقول لك قال لي the amount of temperature increase is in an material is small when it gains a certain amount. سبحان الله بيقول لك درجه الحراره بتاعت الماده بتزيد لما الماده بتكتسب درجه حراره صغيره، بتزيد. سبحان الله. The material takes a long time to lose the energy it gained. يعني عشان الماء، فاكر انت لما كنت بقول لك عشان اتحول من الووتر للايس كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل فريزنج. فريزنج دي كنت بعمل فيها ايه يا مستر؟ لوز للهيت. عشان بقى افقد الهيت ده انا محتاج وقت. صعبه دي؟ فبقول لك عشان افقد الهيت بتحتاج وقت. الابلكيشن على الموضوع ده when two equal masses of copper and aluminum، نحاس والومنيوم بتلاقي gain the same amount. هما الاثنين بياخدوا نفس الاماونت. the temperature هترتفع في مين اكتر؟ بس the temperature rise in the copper
is greater. يعني هترتفع اكبر في الكوبر. ليه؟ عشان السبيسيفيك هيت بتاعت الكوبر قليله، فبالتالي الهيت بتاعت الكوبر مالها، التمبريتشر بتاعت الهيت بتاعت الكوبر مالها كبيره. فعشان كده بقول لك ليه يا مستر؟ ليه؟ because the specific heat of copper is lower than that of aluminium. عشان كده الكوبر اكيد لازم حبيب قلبي يرتفع جامد جدا في الهيت عن الالومنيوم. اللي بعده give reason حط اسباب شو تصير. قال لي why the mercury why the mercury اللي هو الزئبق ماشي in the manufacture of thermometer. لماذا استخدم الزئبق في صناعه الترمومترات؟ قلت لك قبل كده ان احنا عندنا حاجه اسمها ترمومتر طبي ماشي. فبقول لك الزئبق بيستخدم في صناعه الترمومترات because the specific heat of mercury is low. ليه حبيب قلبي؟ احنا بنستخدم الزئبق او الميركوري في ان احنا نحطه في اسمه ايه؟ في الثرمومتر اللي هو اللي عارف انت بتروح تقيس درجه حرارتك، بيبقى الترمومتر ده بيبقى حبيب قلبي جواه الماده اللي هي الصفرة ده زئبق، ده ميركوري. ليه بقى بنحط فيه ميركوري؟ اشمعنى ما نحطش فيه حاجه ثانيه؟ ما نحطش فيه مثلا كوبر، ما نحطش فيه نحاس. عشان الميركوري اكتر واحد عنده سبيسيفيك هيت. السبيسيفيك هيت بتاعته كبيره قوي، كبيره زياده عن اللازم. فبالتالي حبيب قلبي هو عشان درجه حرارته تتغير، فبالتالي الهيت بتاعته قليله. بالتالي لو اكتسب درجه هيت بيكتسبها بصعوبه. بالتالي الارتفاع في الهيت عنده قليل لان السبيسيفيك هيت عنده مالها كبيره. فبالتالي بيقول لك لان الحراره النوعيه للزئبق منخفضه، وبالتالي ترتفع درجه حرارته سريعا عند اكتسابه اي كميه حراره. انا اسف، العكس. الميركوري معلش، الميركوري كان السبيسيفيك هيت بتاعته مالها حبيب قلبي قليله، عشان كده هو بيرتفع بسهوله، فبيكتسب هيت بسهوله. صعبه دي؟ يبقى قلنا الميركوري حتى لسه مقارنين مع نفس الاتلخبطه، الميركوري عنده السبيسيفيك هيت قليله، فبالتالي بيكتسب الهيت بطريقه كبيره. لماذا يدخل؟ قال لي why does the water constitute a large percentage of the human body؟ ليه الميه سبحان الله ربنا خلقها لقد بيتهيألي كل شيء خلقناه من ماء، حاجه شبه كده مش عارف. بيقول لك ان الميه بتدخل بنسبه كبيره جدا في تركيب جسم الانسان. بيقول ده سبيسيفيك هيت اوف ووتر از هاي. معنى ليه ربنا حط الميه في تركيبنا كتير؟ ليه؟ في البلازما تاخد حاجه اسمها البلازما دي بيبقى فيها ووتر كتير قوي على الخلايا. ليه؟ قال لك انت عارف عشان السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر كبيره، وبالتالي معنى كده ان الهيت اللي الميه هتكتسبها اللي هترتفع بيها قليله. طب ده مثلا خلى الانسان يستفيد بايه؟ يستفيد ان الخلايا بتاعته ما تتدمرش، يستفيد ان جسمه يفضل ثابت. عشان كده يبقى تاني ليه ربنا خلقنا من الميه كتير؟ عشان السبيسيفيك هيت بتاعتها كبيره، فبالتالي هتتاثر بالحراره بطريقه قليله جدا. عشان كده ربنا خلقنا منها عشان نحافظ عليها. فبالتالي يا حبيب قلبي because the specific heat of water is high، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الانكريس في التمبريتشر هيكون ميديوم، يعني تشينج هيبقى بطريقه يعني قليله خالص، فهيحافظ على الثبات وهيحافظ على الخليه. Water used in the coiling system connected to core engines known as the radiator. استخدم الماء في نظام التبريد المتصل بمحرك السيارات معروف بالرادياتر. ليه يعمل حاجه؟ to protect both tank. ليه؟ عشان الميه بنعيد في نفس الفكره، الووتر عندها سبيسيفيك هيت كبيره، بتتحفظ سبيسيفيك هيت مالها مثل كبيره، فبالتالي الهيت اللي هتكتسبها او الارتفاع في درجه الحراره عندها قليل، فبالتالي هتحافظ على الموضوع ده، صح؟ بالتالي to protect engine، عشان engine يعني محرك، فان هي تحفظ المحرك من الدامج عشان ما يتعرضش لارتفاع في درجه الحراره. طيب water is an excellent coiling fluid. ليه يعتبر سائل ممتاز؟ نفس الفكرة عشان الووتر يا مستر مالها عندها سبيسيفيك هيت مالها مستر كبيرة، السبيسيفيك هيت بتاعتها كبيرة، فبالتالي الارتفاع في درجة الحرارة بتاعتها، ارتفاع في الهيت عندها أو التمبريتشر ما يكون قليل. فبالتالي يا مستر the specific heat absorb large amount، هتمتص السيلولار انرجي كلها، فهتحافظ على التمبريتشر بتاع حضرتك، فما يحصلش ارتفاع كبير في درجه الحراره بتاعتك. ماشي يا مستر. قال you have two quantities of water and oil with the same mix at the temperature 200. They were heated by a heat source. Which of the two liquid take longer to reach؟ مين اللي هياخد وقت اكتر عشان يصل ل 60؟ احنا معانا ايه؟ معانا ووتر، معانا اويل. ده بقى المفروض تجاوبه. مستر انت اديتني ان الاويل السبيسيفيك هيت بتاعته كبيره. السبيسيفيك هيت
بتاعته كبيره وان الووتر السبيسيفيك هيت بتاعتها قليله، فبالتالي يا مستر استنتج ان الاويل الزياده في التمبريتشر بتاعته تكون كبيره، وان الزياده في الووتر التمبريتشر بتاعها تكون قليله، يعني التمبريتشر هيزيد اسرع، يعني هياخد وقت اقل. طيب طب ده يا مستر ده انا هاخد وقت كتير قوي، بالتالي هاخد تايم كتير. يبقى عشان كده بيقول لك ووتر تيكس لونجر فريز، بتاخد وقت كبير جدا عشان توصل درجه الحراره دي. ليه يا عم الحاج؟ عشان كله بيلعب على السبيسيفيك، هي السبيسيفيك هيت، عارف انت، هي اي حاجه هي السبيسيفيك هيت. فبالتالي الووتر هي هتاخد وقت اكتر عشان السبيسيفيك هيت بتاعها هيبقى كبير جدا، فبالتالي دي هتاخد وقت اكتر عشان السبيسيفيك بتاعها كبير، فبالتالي الانتشار في الهيت او التمبريتشر الارتفاع في الهيت هيكون قليل، فتاخد وقت كبير جدا. يا الله يا الله يا الله. ماشي. The effect of the type substance on the change in temperature. بص يا عم الحاج، عايزين نشوف التايب بتاع الماده او السبستانس بيأثر ازاي على الانترنال انرجي. لقينا ان هو جايب تلج ايس، ركز جدا، جاب ايس وجاب ووتر وسخن الشعره دي، وهيقوم عامل ايه؟ هيدي هيت هنا، هيزود هيت هنا، وهيزود هيت هنا. فلقينا ان الايس حبيب قلبي، لقينا ان الايس the amount of temperature increase in ice is greater than the amount. ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ the amount of temperature change of equal of different state بتتغير من حاجه. يعني من الاخر عايز اقول لك ان درجه الحراره هنا عشان وانا بسخن الايس عشان احولها للووتر، ودرجه الحراره هنا عشان اسخن الووتر لجاز بتختلف. ليه يا عم الحاج؟ ليه بتختلف؟ كله في الانترنال انرجي، عشان الانترنال انرجي بتعتمد على الايه؟ على الفيزيكال ستيت. ماشي. بالتالي رسم لك هنا مثال، قال لك بص حبيب قلبي، الايس خد وقت قليل، خد هيت قليله، ماشي، عشان يرتفع. طب الووتر خدت هيت كبيره عشان ترتفع. ليه بقى؟ انت بقى تفهمني الحته دي. قال لي يا مستر دي خدت هيت كبيره عشان ترتفع، معنى كده ان الووتر تاني بالراحه، الووتر عشان اديلها هيت كبيره عشان ترتفع، معنى كده ان هي بتوصل هيت قليله، صح؟ عشان كده انا اديتها هيت كبيره، وطالما بتوصل هيت قليله يعني السبيسيفيك هيت بتاعتها كبيره. ومعنى ان الايس بص اديله هيت صغيره، معنى كده ان بيوصل هيت كتير. معنى انه بيوصل هيت كتير يبقى السبيسيفيك هيت بتاعته مالها يا عم الحاج؟ قليل. كل دي استنتاجات من الحته دي فبيقول لك بقى in the amount of temperature explanation, amount of temperature increase in a block of ice is greater than the amount of temperature increase the same mass of water. ليه يا عم الحاج؟ يبقى the specific heat of ice اقل من السبيسيفيك هيت بتاعت مين يا عم الحاج؟ الووتر. يبقى دايما السبيسيفيك هيت الحراره النوعيه بتاعت الايس اقل من الووتر. ماشي؟ يلا بينا بقى يا شباب ان شاء الله نكمل. انا خلصت الدرس، بس في حته كده ممكن اقولها لك، معلش حته عايز اقولها. انت عارف ماشي، ممكن نبقى كلوز. سبحان الله، على حظكم العسل، الحمد لله. يا الله كلوز. والله لا، انا هقول لك على حاجه، هكتب على السبوره نفسها يعني، ولا تسال، هكتب لكم على السبوره نفسها. اين انت؟ ماشي، بص هكتب على السبوره نفسها من كتر ما انا متضايق. بص يا عم، انت عارف لو انا جبت حاجه سخنه هيت، ورحت جيت لامسها، وجبت حاجه كولد بارده ورحت جيت لامسها، درجه الحراره بتنتقل، ورحت جيت معلش عامل ميكس ما بينهم، حطيت الهيت مع الكولد، الحراره هتنتقل منين لمين؟ من الهيت للكولد، من اللي عنده درجه تمبريتشر عاليه للي عنده قليل. يعني مثلا هات ايدك خفيفه، ايدك مثلا دلوقتي ساقعه، حطها في كوبايه شاي سخنه او درجه حراره كبيره، هتتلدع، صح؟ ليه؟ لان الحراره الكبيره انتقلت للحراره الصغيره. ماشي؟ فدي بس كنت عايز الفت نظرك ليها يا صديقي، ويبقى احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. يلا يا رب اشوفكم ان شاء الله بخير، مع السلامه.